اهدر وليدي، علاش راك تبكي؟ اهدر، علاش راك تبكي؟ عوجوا لي يدي. شكون اللي عوج لك يدك؟ ما نعرفوش. واحد الراجل عوج لك يدك، واش كنت دير؟ كنت تجري في الجامع، كنت تلعب؟ كنت نصلي من بعد واحد الطفل كان يعيط لي من بعد. خلاص روحوا لداركم، روحوا. ايها الاخوه الكرام، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاطفال. لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي، وكان الحسن والحسين ولاد بنته كانوا راكبين فوق ظهره ويصلي بالناس، فلما طال سجوده الصحابة تعجبوا وخافوا، قالوا ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أو ربما أوحي إليه، أو ربما طعن. فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله لماذا عطلت السجود؟ وقبل ما يسألوهما قال لهم لقد ركب ظهري، يعني هذين الطفلين ولاد بنته ركب ظهري، وما يعني ما حبيش نخسر لهم كما نقولوا حنايا، ما حبيش نخسر لهم القسطو في معنى الحديث وفي معنى الروايه، ما حبش يخسر لهم، خلاهم يطلعوا فوق ظهره. اليوم الان الصلاه عندنا في المغرب هنايا في المسجد، طفل صغير وقال شوش ولا عيط ولا كان يلعب مع صاحبه، ولا طفل صغير تاع الابتدائي عوج له يده ضربه داخل الجامع. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صراخ الطفل وركضه يبطل الصلاه؟ الكبار الشارفين هما اللي يبطلوا لنا الصلاه، هما اللي التليفون تاعهم فيه الموسيقى ويحكي على غلاء المعيشه. طفل صغير تعوج له يده انت في الجامع. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مسلمين اتقوا الله، اقرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يتعامل مع الاطفال. الكبار الشارفين هما اللي يديروا الفوضى في الجامع. بارطاجيونا هذا الفيديو خوتي، اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طفل صغير يبكي مغرب يا مغرب، رمضان يا رمضان يا رمضان، واش حبيتوا الاطفال وين يروحوا؟ يروحوا للصطاد، يروحوا للصطاد، الناس تموت في الصطاد، يروحوا للسيبر كافي، وين يروحوا؟ يا الكبار يا ناس كبار اتقوا الله، حشموا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. راكم تحوزوا الاطفال، عوج له يده بكاه. وعندنا المساجد لله، الجامع ما هو تحت واحد، الناس كبار هما اللي يديروا الفوضى في الجامع. بارطاجيونا الماكسيموم خوتي، ربي يحفظكم. اتقوا الله في الاطفال، ارحموهم. الا ما جاوش للجامع وين حبيتوا يروحوا؟ خلاص اقتلوا له عقده، والله ما يزيد يجي للجامع. حدث هذا في مدينه رويبه. اتقوا الله يا ناس، ما تحوزوش الاطفال من المسجد. الكبار الشارفين هما اللي يديروا الفوضى. بارطاجيونا خوتي.